السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات الخلاصة، وحلقة من حلقات مشاريع دبي اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقات السابقة. إن شاء الله النهاردة معانا كريم تاني وهيفرجنا على مشروع من المشاريع المميزة اللي موجودة في دبي اللي مش كل الناس بتبقى عارفاها. شوية احنا هنهتم بالمشاريع اللي هي مش معروفة بس مميزة. النهاردة هنروح مشروع في الجي في سي يا كريم، صح؟ فخلينا كده ادينا برضو فكره كده الاول، بس ازيك كريم، عامل ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. ممكن تقول لنا كده بسرعه كده سريعا يعني المشروع اللي احنا رايحين عنه ده نبذه بسيطه كده، والتفاصيل نروح هناك لما نروح ان شاء الله نعرفها. المشروع اللي احنا رايحينه دوت في قريه الجميره الدائريه، جاهز للسكن، مش بيتباع، مؤسس بالكامل. البنايه جي بلس 4 فيها كل الخدمات، ساونا وجيم وجاكوزي ومسبح. البنايه تملك حر مدى الحياه، والمطور بيبيع كمان الشقق مؤسسة بالكامل. في الاستوديوهات بتبدأ من 440 450 460 ألف. الغرفة وصالة بتبدأ من 630 640 650 لغاية 750 ألف درهم، بتختلف على حسب المساحة والإطلالة، والشقق بتتباع مؤسسة بالكامل. هايل جدا. طيب خلينا بقى نروح دلوقتي نشوف المشروع سوا مع بعض دقايق، وهنوصل للمشروع ونرجع لكم تاني ان شاء الله بالتفاصيل كامله باذن الله، وانا واثق ان شاء الله هيعجبكم. خليكم معانا. دي البنايه دي خلصانه، البنايه دي خلصانه وساكنه فيها ناس ساكنه في الجي في سي. خلينا ندخل كده ونشوف البنايه من جوه. دلوقتي احنا موجودين في الريسبشن. البنايه اوريدي جاهزه والناس ساكنه، وعدد الوحدات المتوفر عدد محدود جدا. البنايه في قريه الجميره الدائريه، احنا بيننا وبين جي بي ار ودبي مارينا حوالي 10 دقائق، بينك وبين مول الامارات حوالي برضه 10 دقائق، بينك وبين الداون تاون 15 دقيقه. والمنطقه هنا مخدمه بالكامل، مطاعم، كافيهات، سوبر ماركت، وكمان موجود جوه المنطقه سيركل مول. تعال افرجك على باقي الخدمات اللي في البنايه. دلوقتي هفرجكم على حمام السباحة. موجود هنا الكيدز اريا، وادي حمام السباحة. دلوقتي هفرجكم على الشقق وكواليتي التشطيبات والفرش. لا جميله يا كريم. الشقة كويسة جدا. الشقة بتتباع بنفس الفرش. ده استوديو، متوسط سعر الاستوديو اللي على اطلالته على حمام السباحة 460 ألف درهم 470 ألف درهم. الإطلالة اللي على الشارع متوسط السعر 440 450 ألف. مفروشه صح؟ مفروش بالكامل. الفرش ده بتاعه يعني كواليتي كوبي بيست. يعني الاستوديو ده دلوقتي، يعني الاستوديو ده بيتباع صح؟ الاستوديو ده معروض للبيع. يعني دلوقتي لو حد جاي يشتري منك الاستوديو ده هياخده هو ده الاستوديو زي ما انت شايفه كده بالظبط، بنفس الفرش مظبوط. في عندي استوديو واحد بس متوفر على حمام السباحه اللي احنا فيها. طب كريم قول لي كده، ممكن تشرح لي المكان اللي احنا فيه بالظبط عباره عن ايه؟ احنا هنا في قريه الجميره الدائريه. البنايه احنا جوه البنايه. البنايه المدوره قدامك دي فندق الفايف. في ظهر الفندق كمان السيركل مول. البنايه منطقه نظيفه قريب السيركل مول؟ مفيش بالسياره من هنا يمكن دقيقتين 3. طب يا كريم بقى انا بصراحه يعني خلينا احنا زي ما انت عارف ان الفيديوهات عندي والحلقات الهدف منها ان احنا نقول للناس ايه الفرص الاستثماريه اللي موجوده والحسبه بتاعتها. فاحنا ماشي اوكي، انا ممكن برضو ناخد شويه لقطات كده للاستوديو وللمكان، بس خليني اخد معاك كده حسبه سريعه كده. دلوقتي الاستوديو انت قلت لي بكام؟ حوالي الاطلاله على الشارع 440 450، الاطلاله على حمام السباحه 470 تقريبا.
470. اذا اجرته اي شركه توليديهم خدته منك اجرته لك، الاستوديو بيتاجر من 4500 5000 درهم شهر. في الشهر. يعني مثلا ممكن الاستوديو يجيب لك عائد صافي بيوصل ل 9 و10%، وده عائد كويس جدا. ولو اجرته سنوي الاستوديو بيتاجر من 38 ل 40000، وده برضه عائد حوالي 7 8%، وده برضه عائد كويس. طيب يعني 10% سنوي، بس عشان مش كل الناس عارفه الموضوع الحسبه بتاعت الار او اي دي. 10% سنوي، تعالى نحسبها كده يجيب فلوسه في وقت قد ايه؟ انت لو حسبتها هتأجر ب 4500 في 12 48 و6 54000 درهم. هتدفع رسوم خدمات 5000 درهم، تمام. هتدفع 50 وتقريبا هيجي لك صافي حوالي 45000 درهم من 45 في السنه. فبيجي لك حوالي عائد 9 10%، وده عائد كويس جدا في العقارات. يعني 10 سنين يكون دفع فلوسه كامله. تقريبا 10 سنين يكون استرد فلوسه كامله، وده متوسط سعر السوق الحالي. ممكن سعر الايجارات ترفع وتطلع وتنزل، وهو الوحده نفسها سعرها هيتغير. والسعر طبعا كل ما المنطقه لسه بتتعمر اكتر والخدمات بتزيد اكتر، الشقه سعرها بيزيد اصلا. هايل جدا. طبعا الاستوديو ده كاش ولا الاستوديو كاش او تمويل بنكي، مفيش اوبشن للاقساط. هو بس الاوبشن الوحيد للاقساط ممكن الغرفه وصاله يكون على سنه، تدفع النص دلوقتي وتستلم شقتك، والباقي بنحاول نظبطه لك مع الشركه على سنه. يا كريم، تسلم يا رب. طيب انا كده خليني برضو ايه اوريكم كده تاني المكان. بصراحه عجبني جدا، عجبني جدا جدا يعني. ادي البسين، خليني اقلب الكاميرا. زي ما انتم شايفين كده، ده البسين وده كيدز اريا، وكنا احنا صورنا الجيم من شويه والساونا والجاكوزي. والبنايه 4 ادوار بس، يعني عدد سكان مش كبير، اهلاك المشروع مش هيبقى كبير. جميل جدا بصراحه، جميل جدا جميل جدا. المنطقه كويسه قوي قوي قوي، وراقيه جدا وشيك جدا. بصوا سريعا كده بقى الايه الاستوديو ده. هنا بيبقى فيه المفروض تحط مرايه، هنا بيبقى فيه مرايه تسريحه، وادي الدولاب. ودي التلاجة. ده التقفيل بقى، حاجات برضو دولاب المطبخ، بوتاجاز، غسالة، ترابيزة، صوفة، حمام. تعالوا نشوف الحمام سوا. طيب حاضر، اوكي، يلا بينا.